صباح الخير على احلى فانز في الدنيا. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده عشان كان عندي غسيل ومسي. أهلا بحضراتكم في فيلم جديد. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو لكم الاستمتاع بملخص الفيلم والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام. بيبدأ الفيلم مع سولندر، وده المعلم بتاعه بيعرفه على بنته اسمها تاني. يوم فرح عمالة ترقص وهو أعجب بيها جدا. غشيم أبوها قال لها استني بطلي رقص، العريس وأهله ماتوا في حادثة وهم جايين، وجات له أزمة قلبية وخدوه على المستشفى. طلب سولندر عشان يتكلم معاه وقال له وحياة أبوك وأمك تتجوز بنتي تاني. وخد تاني وقال لها والنبي يا بنتي اتجوزي سولندر، ده الوحيد اللي هيحافظ عليكي عشان أموت وأنا مرتاح. وشبك إيدهم في إيدين بعض واتكل. عملوا مراسم الجنازة وولعوا في جتته. بعد كده عملوا مراسم الجواز واتجوزها. راح لما حاجته في كرتونة وهيسيب لها الأوضة عشان تقعد براحتها. راح الشغل الصبح بيخبط عليها برضه ما بتردش عليه. قعد يفطر لوحده وغسل الصحون وراح على الشغل بتاعه. قاعد كده بيتكلم في التليفون، لقى الناس كلها أصحابه قربوا منه وقالوا له احنا عرفنا إن أنت اتجوزت، ازاي ما تعزمناش؟ راح له صاحبه بوجي قال له اعمل ايه؟ قال له مفيش مفر يا كبير. راح البيت بيخبط على الباب، الله اصحابي جايين النهارده، ارجوك اطلعي لهم بس رحبي بيهم وادخلي. عموما لو ما طلعتيش انا اقول لهم ان انت تعبانه، ما تشيليش هم. راحوا البيت فعلا، واقف بيقول لهم معلش مراتي تعبانه، لقاها طلعت بتقدم المشاريب وعماله ترحب بضيوفه. حصل له عملية اسبهلال واتبسط منها جدا. قالت له بقول لك اديني وقت شوية يا سولندر لحد ما اتعود على الجو الجديد، لكن ما وعدكش ان انا هحبك. قال لها اللي حصل ده هو حب منك انك ترحبي بالناس حبايبي وصحابي. قالت له اشكرك لكن انا بوعدك ان انا مش هقدر احبك، ويا بختك ان انت ما جربتش الحب. قال لها لا انا كده جربته. قايم تاني يوم الصبح لقى محضره له الفطار، مبسوط جدا ومغرم صبابة يا بابا، وخدها على السينما عشان يفسحها وقعد يرقص ومبسوط ان هي بدأت تقرب منه. راجل غشيم وغلبان واقف في المراية عمال يحسن من شكله، عامل لي فيها سبايدر مان. وهي هنا شافت مسابقة رقص وهي خارجة وعايزة تشترك فيها، وراحت قالت له ما ردش عليها وسابها وقام كأنه ما سمعش حاجة. جاية بالليل بتبص على الترابيزة لقت الفلوس موجودة وهو موافق على مسابقة الرقص بتاعتها. وراح لصاحبه بوجي قال له الحقني يا بوجي، هي هتدخل في مسابقة رقص وانا عايز اغير من شكلي والحقني، ظبط له الدنيا ارجوك انا بحبها يا بوجي. بدأ المعلم بوجي الحلاق يظبط له شعره ويحط له حاجات على وشه زي العفريت عشان يظبط له الدنيا ويغير منه. وراح مدرسة الرقص، وقف المعلم شكله اتغير تماما ولابس له نضارة وبتفرج على تاني وهي عمالة ترقص. جه الكوتش هناك قال له خش اتعلم معاهم، دخل وسطهم مش عارف يعمل اي حاجة. وزع كوبونات حمراء وزرقاء او حمراء وخضراء وقالوا الرقمين اللي زي بعض هيكونوا مع بعض. رقم 21 لقى المعلمة تاني بترفع رقم 21، اتفاجئ واتصدم صدمة عمره. لبس النضارة وعمل فيها واد كاجوال وراح يرسم عليها الدور. قال لها اهلا انا 21 وانتوا 21، وعمال يعاكس فيها. قالت له ماشي اتمنى نكون مع بعضنا كابل 10/10. رجع من المدرسة مبسوط وفرحان جدا، بيقول له صاحبه بوجي الدنيا كانت 100 حط لي الشنب بقى عشان اروح البيت. رجع البيت للأبلة وعمال ياكل معاها وقال لها انا هتأخر كل يوم شوية عن ميعاد الشغل بتاعي، وعمال يرقص ويتعلم وهي نفس الموضوع. الاتنين اتجننوا يا جماعة. راح تاني يوم مدرسة الرقص قابله عمال يعاكس فيها، زعلت منه وعمالة تحذره بصباحها الصغنن. الله خلاص ما تزعليش مش هعاكسك تاني، وحياة امك ما تزعلي. قالت له انت غلس. واقفة مش لاقي حاجة توصلها، لقيته داخل عليها بالموتوسيكل قال لها اركبي يا باشا، وركبها فعلا وخدها عشان يوصلها بيتها. طبعا الحتة بتشتي زي ما احنا عارفين. واقفة في الشباك والشتا نازل وعمالة تفكر في كلام المعلم راج. دخل المعلم سولندر من وراها بيعطس، عملت له شوية جنزبيل على ليمون وقالت له اشرب يا سولندر. شرب المعلم المشروب وخلاص.
راحت تاني يوم المدرسة هي وراج مش عارف يرقص خالص، مفيش فيه فايدة. جات المعلمة بتاعتهم قالت لهم المدرسة هتعمل مسابقة رقص كل اتنين مع بعض، وهناخد منهم أول 10 متسابقين. قال لها هنكون الأول، قالت له هنكون الآخر معاك. فضل منتظرها وراح قال لها خلاص أنا بعتذر ومش هكون متسابق معاكي، شوفوا واحد تاني يشاركك الرقص، أنا فعلا ما بعرفش أرقص ومانيش زعلان. وسابها ومشي وراح لصاحبه قال له خد يا بوجي بقى الحاجات دي، اللبس والجزمة والكلام ده، الموضوع انتهى. هو قاعد معاها في السينما عمالة تفكر في المعلم راج، شافته كأنه هو اللي في الفيلم وعمال يرقص ويهيص ويزقطط. قامت صفرت وسقفت رغم ان الموقف ما يحتملش الكلام ده، اتحرجت جدا قدام الناس. سابته وراحت مدرسة الرقص، ما لقتش المعلم راج، راحت الإدارة خدت العنوان بتاعه، عنوان الراجل اللي اسمه راج، راحت له لقته عنوان ورشة ميكانيكي. المعلم بوجي هناك بيصلح الموتوسيكل، اتصل بسرعة بسولندر قال له الحق مراتك هنا. جري سولندر بسرعة راح لها ولبس لبس راج ووقف معاه، لا أهلا وسهلا، وعامل صاحب المكان كأنه شغال عنده. قالت له خلاص أنا بعتذر ليك وبقول لك خليك معايا وتعالى وأنا هعلمك الرقص وهنكون 100 100. قال لها بس مش هقدر أبطل معاكسة فيكي. قالت له ولا يهمك. اتبسط جدا وقعد يرقص مع صاحبه بوجي ومسك التمثال اللي يشبهه وقال له يا ترى يا بتحب بقى راج ولا سولندر؟ أكيد هتحب راج. وهو حزين وبدأت تعلمه الرقص. فعلا استجاب للكلام ده لأنه هلس في هلس، وتعلم الرقص وبقوا تمام التمام مع بعضيهم، ودخلوا المسابقة وفعلا كسبوا المسابقة. شغل هندي يا باشا، مفيش أدنى مشكلة. اتبسطت جدا جدا منه، هو طبعا في قمة السعادة، وخدت عليه كتير جدا واتبسطت معاه وقضت معاه وقت 10 على 10. ونسيت المعلم سولندر خالص، خدها في مكان بعيد، مكان عالي بالليل، النور اتقطع. بعد كده لقيت كلمة I love you، هو اللي عامل لها الكلام ده كله والاحتفال ده. قال لها بس أنا بعبر عن حبي ليكي. قالت له ازاي تفضل تحبني كده بدون مقابل؟ انت انسان مش طبيعي. قال لها ابدا انا مش مستني منك اي مقابل، انا بعبر عن اللي جوايا وبس. قالت له انت رجعتني للحب تاني بعد ما كنت نسيته. وفضلت تبكي، والمعلم سولندر عمال يبص في المراية. قال له ايه الاخبار؟ قال له الاهرام زي الاخبار. قال له مش هبطل الحكايه دي لحد ما اعرف هي عايزاني ولا عايز راج. قاعد معاها لقاها قاعده حزينه، هو عمال يفكر والدنيا مش مظبوطه. خدها وخرج معاها وراحوا يتفسحوا، عمال يجيب لها هدايا ومفيش فايده. لقاها حزينه جدا وكل تفكيرها في كلمه I love you، بتشوفها في كل حته. هو راح سولندر دخل مسابقه مصارعه يابانيه مع واحد من هيروشيما عامل زي الجبل، طبعا بتاع الجبل ده هيدغدغه. فضل يضرب فيه ويطحن فيه وهي واقفه زعلانه جدا منه، بتقول بيعمل كده ليه؟ بس في الاخر مسك رجله وقلبه على الارض وفاز بالمسابقه، وخد جايزه تمثال شكل المصارع اللي كان بيلعب معاه وتذكرتين لليابان. وهي واقفه زعلانه منه جدا، وراحت على البيت عماله تعالج فيه تقول له انت عملت كده ليه؟ قال لها كنت عايز اعمل اي حاجه تبسطك. قالت له يا عم انت راجل بنضاره وما فيكش خبطه تخش مع مصارع زي ده عشان تتبهدل؟ ارجوك كفايه ما تقعدش تعذب فيا وتألمني، سيبني في حالي. وقاعده هي زعلانه وحزينه. وخرجت الصبح عشان تلحقه تديله فطار، مشي من غير فطار وسايب لها كلمة آسف على التمثال. خدت الأكل وودته له الشغل وادته ورقة مكتوب فيها أنا آسفة، واعتذرت على هي عملاته. الله خلاص النهاردة نخرج مع بعض السينما. خرجوا مع بعض في السينما، برضه قاعدة حزينة وحالتها بالبلا الأزرق، بيبص جنبه ما لقاهاش، سابته ومشيت. قعد يدور عليها، جاله تليفون من صاحب الورشة قال له الحق مراتك هنا. راحت لراج، جري ولبس لبس راج وراح لها وعمال يمثل عليها كأنه مبسوط وسعيد وهي في حالة يرثى لها. قالت له ازاي انت بتحبني الحب ده كله وعارف ان انا متجوزة؟ انت حولت حياتي لجحيم بس بحبك اللي انا فعلا قدرت اتجاوب معاه. الله خلاص بقولك ايه تاني، نهرب سوا. قالت له يا ريت، وفعلا وافقت على انها تهرب معاه وخدته بالحضن. وهو هنا اتصدم صدمة عمره. راح سولندر لصاحبه بوجي قال له خلاص كل شيء انتهى، وانا بعد المسابقة هطلع من حياتها للأبد، هي اختارت وخلاص.
وراحوا هما الاتنين للمعبد، واقف يقول يا رب وفقها للي هي بتحبه وتختاره، وهي بتقول يا رب اشوف نصيبي قدامي. تفتح عينيها لقت المعلم سولندر قدامها، مشيت جنبه وعرفت ان ده نصيبها، وهو حزين وواقف خدت منه البركة من رجليه وثبته ومشي، وهي زعلانة وراحت المسابقة تتكلم مع المعلم راج، وقالت له سامحني يا راج، انا مش هقدر اهرب معاك، انا هفضل مخلصة لجوزي حتى لو انا ما بحبوش، وهردم على الصفحة دي تماما. هو واقف مش مصدق الكلام اللي هي بتقوله. دخلت المسابقة نده عليها تاني، قالت افندم راج مفيش حد داخل، لكن اتفاجئت ان سولندر هو اللي دخل المسابقة. وقفت قدامه وهي مستغربة جدا منه، لكن فضلت تفتكر بقى اللي حصل كله، وهنا أدركت إن سولندر هو راج وكان بيمثل عليها. فعلا اتأكدت من الكلام ده، ورقصت معاه الرقصة النهائية في المسابقة. وبعد ما خلصوا الرقص قالت له انت ازاي قدرت تعمل ده كله؟ انت خليتني ارجع الحب اللي كنت نسيته في حياتي، انت رجعت لي الحب تاني. قال لها لاني بحبك اكتر من نفسي. وفعلا خدته في حضنها واتبسطت جدا وفازوا بالمسابقة. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. باي يا بشر.